مصر والمغرب في بطولة افريقيا 2017. المغرب ما كانش اقوى حاجة بس كان فريق منظم مع هيرفي رينار، اما منتخب مصر فكان فريق دفاعي اكتر مع هيكتور كوبر، وكان وقتها متسمي بمنتخب باصل صلاح. تعال نشوف كل الكلام ده وايه اللي حصل. لايك وصلى على الحبيب ويلا نبدأ. مصر اللي بتبدأ باول كرة خطيرة من ركنية لصلاح وبتروح للمحمدي، ولكن تخبط في دفاعات المغرب وفرصة هدف اول ضايع. التدخلات عنيفة في نص الملعب من المنتخبين. المحمدي يلبس يوسف النصيري كوبري يجيب صداع. مصر الاخطر والمحمدي يعمل عرضية خطيرة تروح لتريزيجيه اللي بيحط صاروخ ومنير محمد يصدها، وكرة تانية خطيرة من مصر. المغرب بترجع باول كرة بس بيشيلها حجازي، التانية من رومان سايس بس بعيد عن مرمى الحضري، لحد ما المغرب تروح بكرة ما ينفعش تضيع وتقلش من قدام اللاعب رومان سايس، وفرصة هدف ضايع على المغرب. المغرب بدأت تستحوذ على المباراة وتسديدة تانية سهلة وبعيدة عن المرمى، بس نبيل ديرار حب يرد الكوبري بكوبري اجمد وبيلبسه احمد فتحي، وبيخلص شوط اول متكافئ بين الفريقين ونبدأ شوط تاني. وكالعادة مصر هي اللي بتبدأ بالتهديد في بداية الشوط، وكرة خطيرة من محمد صلاح يحطها برجله اليمين ويصدها منير محمد. المغرب بترد والحضري يشيل كرة ارضية كانت هتخدع الكل. مبارك بصوفة قرر ان هو يحط صاروخ بس لسوء حظه بيخبط في العارضة، والمباراة واللاعب بين مصر والمغرب. تريزيجيه عاوز ضربة جزاء بس الحاجات دي ما تمشيش مع الحكم. كرة تانية خطيرة من المغرب بالراس من عزيز بوهدوز وبتيجي جنب القائم اليمين. اللي بعدها كرة من المغرب مش عارف ازاي ضاعت لحد دلوقتي، كرة لو كانت نفخ فيها كانت هتروح في الجول، بس عزيز بوهدوز يضيع تاني كرة خطيرة. سايس اخطر في الكرات الثابتة وعرضية بتتلعب بالراس وفوق العارضة، والمغرب بتقرب. المغرب ضيعت كتير، وكرة غريبة تانية بالراس من عزيز وبتخبط في حجازي وتروح جنب القائم الشمال، بس مصر ترد على المغرب بكرة مكانها كان في الشبكة من صلاح ويحطها حلوة قوي بس الحارس يخرجها ببراعة. فرصة كانت خادعة من عبد الله السعيد لصلاح بس بيتألق فيها منير محمد، لحد ما تيجي ضربة ركنية لمصر وفي وسط الزحمة الكرة تروح لكهربا اللي بيلطشها في مرمى المغرب. كرة قاتلة في الدقيقة 87، وصعب ان المغرب ترجع تاني في المباراة، واعتقد ان منتخب مصر الاول هو عقدة المغرب في اي بطولة. طبعا انا عارف ان المغاربة هيبهدلوني في الكومنتات بس هي دي الحقيقة. المغرب بيجي لها فاول في مكان صعب وبتتلف حلو قوي بس جنب القائم بكام سنتي، وبتخلص بعدها المباراة بفوز مصر وتأهلها الى نصف نهائي البطولة لمواجهة بوركينا فاسو. لايك واستنى الملخص الجاي يا وحش.